مساء الخير. مساء النور يا دكتور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لك على معضله كده ماشي وقول لي احنا بنعيشها ازاي في حياتنا. ماشي دلوقتي تخيل كده، في غزاله اوكي وفي تشيتا او فهد بيجري وراها. ماشي فهنا الدور واضح، الغزاله بتجري من التشيتا والتشيتا عايز يصطاد الغزاله وخلاص. ماشي طيب لو ظهر نمر من ماشي الكبار دول في الصوره وبدا يهاجم الاتنين دول، اوكي. مين في دول هيبقى الموضوع مستغربه او تروماتيك عن التاني؟ التشيتا المفروض، عشان عشان هي متعوده ان هي تبقى في الوضع بتاع الاتاك او في الوضع بتاع الهانتنج نفسه. هي مش متعوده ان هي تبقى هانتد. اوقات كتير بقى احنا في حياتنا بنبقى في وضع احنا عاملين حسابنا ان احنا في الوضع الامان، بان انا ابقى فاكر ان انا متحكم في الامور، او ان انا الاقوى، انا البريدتور. ماشي وبعدين مره واحده الاقي ان الدنيا اتقلبت عليا، تمام. وبدل ما انا كنت التوب تشين بقيت في اللور تشين. بقيت في اللور تشين. اوكي. ده الناس بتحسه ازاي؟ هو على حسب، يعني انت مثلا الاكزامبل نفسه يعني ما اعتقدش ان هو هينطبق على كل الناس بكل المواقف، ولكن خليني مثلا اقول لك ان الناس بتحسه ازاي بالراحه كده. هو بيبقى فيه شوك الاول، الشوك دي بتبقى شوك كالكوليشن. مم. يعني انا هبتدي دلوقتي احسب انا التصرف الصح اللي انا المفروض اعمله هيبقى ازاي. والمشكله ان الموقف ما بيبقاش على قد ان انا اقعد احسب انا هتصرف ازاي. ففي الاغلب الناس بتفضل ان هي تستخدم الطريقه العاديه او الاسلوب العادي اللي هم متعودين ان هم يستخدموه. ففي مم. الحاله مثلا بتاعت الشتاء فهو هبقى اتاك، او ان انا هخش هاد تو هاد مع الشخص ده، او ان انا مثلا هحاول ان انا كومبيت معاه او اراسل معاه. وبالتالي الموضوع بيوصل في الاخر ان هو بيبقى فيه فيلير وبيبقى فيه بين داون ليا، وفي الاخر انا ببقى تروماتايزد. مم. يعني حته كلمه تروماتايزد دي هي بتبقى صدمه حصلت بعيدا عن المعايير اللي انا متعود عليها. والصدمه دي بتبقى نتيجتها كوبينج ميكانيزم، اللي هو انا بيبقى عندي دلوقتي سلوك تعويضي بحاول ان انا مثلا ايه احمي نفسي من ان انا امر بالاكسبيرينس المؤلمه دي تاني. فهل هو بقى هيبقى بان الشيتا هتتحول لغزاله؟ مش هتعرف، فهي she will die on the inside. ولا هل مثلا الشيتا دي هتفضل تفايت لحد ما تموت which is another option. ولا هل الشيتا دي هتبطل اصلا، يبقى عندها enough courage to go on hunting تورز ولا بتاع. ما انا ما اعرفش رد فعل التروما عليها هيبقى عامل ازاي، بس مهم. لو هناخدها على البني ادمين هي نفس الحاجه. يعني احنا ممكن نجيب مثلا 10 بني ادمين نحطهم في نفس التروما، بنفس الرولز، بنفس كل حاجه، بنفس الباست، بنفس الايدنتيتيز بتاعتهم، ولكن رد فعلهم للتروماتيك ريسبونس ده هيبقى مختلف تماما. يعني هيبقوا مختلفين عن بعض. في حد هيحاول ان هو يبقى اقوى وهيكم باك علشان ياخد حقه، وهو مش هيعرف يرتاح غير لو هو عمل كده. في حد هينتهي نفسيا خالص. في حد ممكن يتكتم يخش في ديبريشن وانزايتي ومش عارف ايه والكلام ده. مم. وفي حد ممكن يبتدي ان هو يستخدم طرق تانية عشان يعوض نفسه بالاحتياجات اللي كان بياخدها من الهانتنج اصلا. انما هم فيهم ثبات في ده؟ لا. يعني اعتقد وكل البشر بتتعرض لده، لان التروماتيك اكسبيرينسز عندنا مش يعني مش لازم ابقى تعرضت لموقف زي ان في تايجر بيصطادني. هو ممكن يبقى موقف معين زي انا ما بحبكش، او موقف معين زي انت مش شاطر زي ما انت فاكر. يعني كلمه بسيطه زي دي ممكن تبقى تروما اصلا، ممكن تبقى خبطه جامده، ممكن مم. تخليني اتغير. ممكن لو انا سمعتها من حد انا مديله قيمه عاليه عندي في حياتي ممكن تغير حياتي كلها، ممكن تخليني اخد قرار انا ما اشتغلش مثلا. ده دايما بيتقال على الناس اللي بيجيلها انوركسيا، ان هو بيبقى تعليق تمام. انت تخينه او انت خلاص اه. مليانه، او وبيبقى تعليق راندم تماما من ناس، من زمايلها، من الاهل، من كده. والتعليق ده هو اللي بيبدا الدايره او بيدمر السبايرل لها حياتها. بتاع انا لا انا تخينه انا هخس، انا تخينه انا هخس، بيدمر انا لها تخينه. حياتها فعلا. يعني بيدمر لها حياتها لدرجه انا فاكر مثلا الناس اللي عندها انوركسيا لما تيجي تشتغل معايا، هو في المرايه he cannot control it. لو خسرنا ويت he doesn't see it. دايما بيبقى شايف ان لا في حاجه كمان. لو وصل للتارجت ويت بتاعه نفس الكلام. في ناس اساسا بتبقى حاطه، يعني لو افترضنا ان هم حاطين تارجت ويت 50 and they're 51 they will stop going on a diet عشان ما يوصلوش لل 50 ده، عشان بيبقوا خايفين جدا ان هم they get lost لما يوصلوا للتارجت بتاعهم. مم. فيفضل يرينج ما بين ال 50 وال 52 ال 50 أيوة. وال 52 بس ما يوصلش للجول بتاعه. ليه؟ هو حابب السيفتي السيف زون دي بتاعت المعاناة دي، اللي هو انا في الويت ده. 2 كيلو ملخبطيني. ايوه. فالموضوع فعلا زي ما انت بتقول، اللي هو ممكن كلمة بسيطة زي دي يبقى ليها امباكت يغير حياة بني ادم، يفرق ما بين سعادته بنفسه او ان هو يفضل عايش في بودي شيم وفي كالكوليشن صعبة جدا، مم.
عن ان هو يعيش طبيعي زي اي الناس. يعني انا ساعات انا عندي مشاكل شبيهه بيها، ولكن هي ليست انوركسيا، ولكن انا فعلا بغير من الشخص اللي بيبقى عارف ينجوي جسمه عادي. بحس ان هو يعني ده انت خدني تحت جناحك ريحني، فاهم؟ هي فعلا ممكن تبقى كلمه، وممكن تبقى نتيجه، وممكن تبقى زي مثلا نتيجه مذاكره او حاجه زي كده. متهيألي ده برضو اللي هو البرفكشنست، ان انا التايجر، انا عايز ابقى نمرة واحد. انا مش اوكي. عايز حد يسبقني في المستوى، في الدراسة، في السمعة، في الاسم، في الفلوس، في كذا في كذا. فلما هلاقي حد اقوى، ده هيلخبطني، هيخليني ان انا ادخل مش في تروما، بس هدخل في الديفense ميكانيزم، او هدخل في الفايت اور فلايت اكنه خطر حقيقي، لان انا متبرمج ان انا عايز ابقى نمرة واحد. ما هو كلمه متبرمج دي برضو هي الاساس. هو انت متبرمج من مين؟ متبرمج من واحد متبرمج. يعني ما هو اللي برمجني ده ما هو متبرمج، واللي برمجه ما هو متبرمج زيه. هي الحته بتاعت ان انا انجوي الفريدم بتاعتي انا كبني ادم، هي حاجه صعبه وحاجه مرعبه جدا، يعني مش حاجه سهله. يعني انا لو انا بجرب حاجه الناس مش موافقه عليها، او الناس بتقول لي لا لا انت مش هتنجح، going through البروسيس ده من غير الفاليديشن بتاعت الناس ان انا I'm doing something right، هو فيلم رعب في حد ذاته. مم. لان انا ببقى ماشي باخد بيبي ستابس وانا مش عارف انا رايح فين. ولكن كل حاجه كانت الناس شايفاها مرعبه هي كانت سبب في ان انا اكتشف حاجه جديده مش ما كنتش هكتشفها الا لو انا خدت البيبي ستابس. شايفها مرعبة في ايه؟ الفشل. كلمة فشل دي بالنسبة لنا شيء مرعب جدا، يعني حتى لو فشل صغير، يعني مش لازم ان هو انت هتفشل في حياتك، بس هو دايما الكلمة بتاعت انت لو ما ذاكرتش هتفشل، انت لو ما نجحتش هتفشل، انت لو ما دخلتش كلية كذا هتضيع، انت لو ما رحتش التمرين هتتبهدل، انت لو مش مؤدب مش هيبقى عندك صحاب. دايما بيتحط لنا اعمل الحاجة عشان يحصل كذا. عشان لا هو يا ريت عشان يحصل كذا. احنا no one pays attention to tell us ايه الحاجه اللي احنا هنستفيدها من الموضوع. هما دايما بيقولوا لنا ان احنا لو ما عملناش الموضوع هنخش في الحيطه. نيجاتيف رينفورسمنت يعني. فاحنا اللي هو ايه، احنا طول الوقت بنعمل الحاجه عشان طول الوقت لما بنبص بنشوف الحيطه. هي دي على فكره نفس الفكره بتاعت ان احنا لما بنحط جولز، احنا طول الوقت بنحط جولز عشان احنا خايفين من الحيطه. انا مش باصص انا ممكن اروح فين اصلا، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان اخر اليوم يبقى في 3 4 متر ما بيني وما بين الحيطه دي. فهي نيجاتيف انفورسمنت فعلا، ولكن هي نتيجتها ايه؟ ما هو انا عايش طول الوقت خايف وبحط مجهود عشان انا خايف، فانا عايش في ستريس 24 ساعه في ال 24 ساعه بسبب الخوف ده. وفي نفس الوقت برضو، وهي دي المشكله اللي انت كنت كلمتني عليا انا فيها قبل كده، اللي هو اقف بص انت حققت ايه. انا ما بعرفش اقف ابص انا حققت ايه. كان طول الوقت بشتغل، طول الوقت بجري 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 بجري. بجري بجري، انا اصلا مش عارف انا وصلت لفين. ما اعرفش. يعني انت لما قلت لي على الموضوع ده وانا وقفت بصيت قلت ايه ده، هو انا لحقت عملت الحاجات دي امتى؟ انا مش عارف، انا مش عارف. وبعدين لما عملت كده قمت جاي هادي بقى، فاهم؟ اللي هو لا انا قاعد بقى متمي. طب هتتمرن مش متمرن، فاهم؟ طب انت مش عارف مش عامل. طب انت مش هتشتغل على مش شغال، فاهم؟ حضرتك فاهم قصدي؟ امتى؟ لما جيت وقفت ثانيه واحده بس بصيت على واتس جوينج اون. انما طول الوقت انا سامع الصوت بتاع الناس اللي بتقول لي خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي ده بالك وقع خلي وده بالك. باظ، وده لما اتأخر شوية وحصل له بالظبط كذا، وده لما ساب اخد اجازة ما بالظبط. رجعت رجع ما لقاش مكتبه. كأن انا بني ادم ماليش هوية خالص. انا بني ادم زي اي حد خلقه ربنا بنفس المعطيات بنفس الرولز بنفس الكابابيلتيز بنفس الليميتيشنز، كأننا عبارة عن شوية كمبيوترات. انا مش كمبيوترات. ولكن فعلا انا كان صعب عليا بمنتهى الامانه ان انا ابص اشوف الكلام ده. انا كنت محتاج حد يوريني الكلام ده. متهيألي ان هي صعوبتها في ان انا زي ما انا بشوف محدوديتي، اطمن نفسي برضو ان انا اوريدي باني حاجات، تمام. وعندي الاسيتس اللي موجوده اللي تخليني ان انا مش طول الوقت في عاجل مهم او فايت اور فلايت مود. تمام. وان انا خايف ان لو وقفت شويه هتاكل، او وقفت شويه هيحصل لي مش عارف ايه. لا، انا عندي المساحه، البراح، ان انا ابقى بشتغل وبنتج وكل حاجه، وفي نفس الوقت ادي نفس المساحه ان انا اقدر اهدى، ما بقاش خايف ان طول الوقت ممكن اتاكل او ممكن اتخبط. هو اعتقد ان احنا لو جينا حسبنا الحسابات دي، انا محتاج ان انا اقبل محدوديتي عشان انا اعرف اخد قرارات صح.
فما اخشش هاد تو هاد مع حد هيفرتكني. دي نقطه. الحاجه التانية ان انا اقبل ان كده كده every day is a new day. يعني انا مش شرط ان انا ابقى نمبر 1 النهارده وابقى نمبر 1 forever. ده سباق ما يعني مش تمام خالص. ده احنا هنمشي فيه بسبلمنتس اصلا عشان نعرف نكمله، انما على الجسم الانساني الطبيعي مش بيعرف يعمل كده. فانا محتاج افهم ان انا النهارده هبقى نمبر 1، بكره ممكن انزل 10، ممكن انزل ل 100، بس السكيل نفسه اللي طلعني نمبر 1 قبل كده يطلعني نمبر 1 تاني. ولكن انا مش هعرف ابقى في الحته دي طول الوقت، ولو انا مش فيها طول الوقت فده مش معناه ان انا فاشل خالص. ده معناه ان انا في حاجه انا محتاج اخد بالي منها، في حاجه محتاج ابص عليها، في حاجه محتاج اعمل لها مانوفرنج. لان انا هقول لك على حاجه، هي الشيتا لو غيرت الطريقه بتاعتها في الهانتنج تغلب التايجر، بس لو دخلت هاد تو هاد معاه لا تخسر، لان الشيتا از ماتش مور فاستر. فهي كده كده ممكن تديبليت الانرجي بتاعته. دي حاجه. والحاجه التانية ان هي ماتش مور لايتر، فهي بتعرف تكلايم. التايجر ما بيعرفش يكلايم. لو هو اختار يجري منه هيعرف يجري. هي الفكره بس بقى هو ما ان بيختارش اقف يجري. اشوف امكانياتي ايه. التايجر هو فيكسيتد، انا كبني ادم انا هعرف اشوف امكانياتي ايه. فانا ممكن اوين الكومبات دي، بس انا محتاج افهم ان انا في حتت انا مش هعرف اخش، حتت هتقطم. فانا محتاج اشوف اللي قدامي ده ايه الويكنسز اللي عنده وايه السترينثز اللي عنده، واستخدم السترينثز اللي عندي انا تو كومبلمنت الحاجات دي. ساعتها بس انا ممكن اوين الفايت دي. انما من غير بقى ما انا اقعد احترم، محتاج احترم ان انا مش جامد في كل حاجه. بالظبط. بس لو انا احترمت دي فانا هعرف اساس صح، فانا هعرف ممكن اخلي الاودز بتاعتي احسن بكتير في الفايت دي. وان انا مش لازم ابقى انا الهانتر في كل مره، وان انا مش لازم اوين اساسا. يعني انا ممكن اروح البيت عادي بكره بقى انا بنصطاد اي حاجه ناكلها. يعني I don't have to win all the time. ليه اوين all the time؟ يعني كونسبت غريب جدا يعني. بالعكس انا اكتر حاجات اتعلمت منها هي الفايتس اللي انا اتهزمت فيها، مش الفايتس اللي انا كسبت فيها. صحيح طبعا. يعني انا الفايتس اللي انا اتهزمت فيها كانت اكتر حاجات فعلا علمتني في حياتي إن لا، انت محتاج تقف، انت محتاج تفكر، انت محتاج تقيس، انت محتاج تديفلوب، انت محتاج مش عارف ايه. انما الفايت اللي انا بكسبها بتبوست الايجو كده، اللي هو تمام. فمش ما فيهاش بنفيت حقيقي، ما فيهاش حاجه جديده. بالظبط. هنتكلم مره على The Art of War. ماشي. ماشي. انا بحبه صراحه. ايوه، يبقى لغايه المره دي شكرا جزيلا. لا مره The Art of War ان شاء الله.